وصلي وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عامل ايه؟ معاكم رحب صابر من قناه زي السفود. تعالوا نعمل اسهل واسرع خلطه محشي هتعجبك جدا. عندي خضره شبه البقدونس كزبره قطعيه، وعندي بصلتين كده او بصلايه كبيره، وده ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود وكمان بابريكا. تمام، ملح كمون كزبره ورشه شطه، وادي الفلفل الاسود اللي غالي جدا، ورشه نعناع ضروريه، ودول معلقتين من اللحمه المفرومه. عندك حطيهم، ما عندكيش مفيش مشكله. قلب بقى الخلطه الجميله دي مع بعض. انا ولا بحط بهارات محشي ولا اي حاجه، ملح كمون كزبره فلفل اسود، رشه من الشطه، وكمان رشه نعناع. وبعد ما حطينا بقى الخضره الجميله دي، انا عندي طماطم متسبكه. تمام، اللي احنا عملناها في فيديو مع بعض كان بصل ورشه توم، وعندي كان كمان حطيت بنجر وقرن فلفل احمر كده، وكنت مسبكاه معاكم وشوفوا الفيديو. هحط بقى كيسين كده عشان المحشي بيحب الطماطم شويه، وهنزل بالرز بتاعي. قلبت بقى كده وحطيت الرز بتاعي، بس للاسف النور قطع. وجبنا بقى الكرنب اللي احنا بنبقى مفرزينه مع بعض. تمام كده عشان تشوفوا اللي كنا مفرزينه مع بعض، كان قمر بصراحه. وهحط بقى كده، سهلي على نفسك يعني، مش لازم تطوفي تسلقي كرنب مش عارفه ايه. الفكره كلها ان انت تخلصي كده حاجتك تبقى جاهزه معاكي، عشان مش نقعد يومين عشان نعمل المحشي. شويه محشي وناخد حته كده بقى ونلف. تمام. نسيت اقول لكم على حاجه، ان انا حطيت معلقتين زيت. تمام كده، لازم نحط زيت. جبت زيت عندي ونزلت كده بمعلقتين كبار، يعني حوالي ربع كوبايه، لازم عشان يفلفل معانا. يبقى احنا حطينا بصل. حركه البصل وهو ني بتدي طعم احلى بكتير يا جماعه من ان احنا نسبكه. البصل مع البهارات مع الخضره، مش عايزه اقولك الحركه دي بتفرق تماما. تمام كده، يبقى احنا حطينا بصل وبهارات وخضره، وحطينا كمان الرز، وحطينا كمان الصلصه، وسبت منها معلقتين كده. اقول لكم في اخر الفيديو هعمل بيهم ايه. وتعالوا بقى نحشي الكرنب بقى، ورق عنب، ورق لفت، اللي انت عايزاه. ادي بقى المحشي بتاعنا القمر. كان عندي كده ورق خاص كده حطيت من فوق، وحشيت كمان بصل. عايزه اقول لك ان البصل بيبقى طعمه ولا اروع من كده. بتجيبي البصلايه، اسهل طريقه تجيبي البصلايه مثلا تسلقيها مع الفراخ بتاعتك، او يا ستي هاتي ميه مغليه حطي فيها البصلايه، بتشيلي الراس من فوق ومن تحت وتديها شق من النص كده. عايزه اقولك بيبقى طعمه ولا اروع من كده. وتلفي بقى وتحطي فيه، بيبقى خطير. هنسقيه بالشوربه. تمام، ونبين اول سطر منه، واغطيه يا اما بورق زبده او بطبق، واغطي عليه الغطا بتاع الحله يغلي غلوه، وهدي النار عليه ونشوف بألف هنا وشفا. دي معلقه الصلصه يا جماعه اللي كانت متبقيه، بحطها على الوش كده. تعالوا نشوف كده بعد التسويه عامل ازاي. عايزه اقول لكم بس الاول الشوربه بتاعتي كل ما كانت دسمه كانت يعني احسن حاجه. شوربه بقى بط، شوربه عندنا فراخ، شوربه اي حاجه عندك. تعالوا بقى دلوقتي نحط الشوربه ونسويه ونشوف بعد كده عامل ازاي. ايه رايكم بقى في الجبنه الحلاوه دي؟ بصوا ما شاء الله ما شاء الله، شايفين لونه عامل ازاي ومفلفل وزي الفل، روعة. بس احنا مستنيين دقيقتين كده على الأذان. بألف هنا وشفا. اتمنى انتوا تجربوا الطريقة سهلة وبسيطة. عجبكم الفيديو ما تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحب صوت من قناة زي السفود. وشكرا. انا حشيت البصل وحشيت زي ما قلت لكم، حطيت قرن فلفل بالمناسبة، بقية القرن حطاه في الحلة نفسها عشان يدي تيست كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.